بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في أولى إعدادي. معانا النهاردة الدرس الثاني بعنوان مظاهر سطح قارة أفريقيا. يعني إيه مظاهر سطح قارة أفريقيا؟ يعني أقول لك مظاهر السطح دي يعني شكل الأرض في قارة أفريقيا، عامل إزاي؟ يبقى كلمة مظاهر السطح دي معناها إيه؟ معناها يعني شكل الأرض. طب هي إيه الأشكال والحاجات اللي ممكن تقابلنا وإحنا ماشيين في قارة أفريقيا؟ أقول لك هيقابلنا جبال، وهنلاقي كمان هضاب، وهنلاقي كمان سهول. الثلاث حاجات دول، الجبال والهضاب والسهول، هم دول مظاهر السطح، يعني الأشكال اللي موجودة على سطح الأرض في قارة أفريقيا. طب الجبال أنا وأنت عارفين شكلها. الهضاب دي بقى شكلها إيه؟ أقول لك دي حتة أرض عالية، حتة أرض عالية، بس مش زي الجبال، لأن الجبل راس ليه راس مثلث من فوق. الهضبة لأ بقى، ليها سطح مستوي، سطح مستوي نقدر نعيش عليه، وبنلاقي عليها حاجات كتيرة جدا، وبتبقى مساحتها واسعة. يبقى الهضاب ليها سطح مش راس مثلث. أما اللي ليه راس مثلث ديت الجبال، الجبال. طب إيه هي السهول؟ السهول دي بقى أقول لك دي الأرض المستوية العادية اللي أنا وأنت بنمشي ونعيش عليها بسهولة. وعلشان إنها أرض مستوية وسهل نعيش عليها بيقولوا عليها سهول. بيقول هنا بقى أنا عاوزكم تعرفوا أسماء وأماكن بقى الجبال والهضاب والسهول الموجودة في قارة أفريقيا. هقول لك استنى هنا الأول، هو أنت بتتكلم عن كام حاجة؟ هقول لك هنتكلم عن الثلاث حاجات دول، الجبال والهضاب والسهول. طب ده معناه إن مظاهر السطح في أفريقيا يعني شكل السطح متنوع ولا مش متنوع؟ أقول لك لأ، متنوع. مظاهر سطح قارة أفريقيا متنوعة، يعني مختلفة وكتير. وكمان بيقول لك إن مظاهر السطح يعني الجبال والهضاب والسهول دي مليانة موارد وثروات طبيعية. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا فيها موارد وحاجات كتيرة جدا الإنسان بيستخدمها. يبقى مظاهر السطح في قارة أفريقيا متنوعة، يعني أكتر من حاجة، وغنية بحاجتين، بالموارد والثروات المعدنية والثروات الطبيعية. طب يلا بقى نتكلم عن الجبال والهضاب والسهول الموجودين عندي في قارة أفريقيا. ونبدأ الأول بإيه؟ بالهضاب. الهضاب ديت موجودة عندنا في قارة أفريقيا بكثرة. دي أكتر حاجة موجودة في قارة أفريقيا. عشان كده هنبدأ كلامنا بالهضاب، لأن أغلب سطح أفريقيا هضاب واسع، أو يسود أفريقيا هضاب واسع. أفريقيا مليانة هضاب. طب إيه هي الهضاب اللي موجودة عندك؟ أقول لك تعالى، إحنا عندنا هضاب. أربع هضاب دول موجودين في قارة أفريقيا. أول هضبة عندنا بنسميها شمال أفريقيا. هضبة إيه؟ شمال أفريقيا. دي هضبة واسعة، هضبة إيه؟ واسعة جدا جدا. علشان كده بقول عليها دي أوسع هضبة موجودة عندي في أفريقيا. خلي بالك أنا بقول لك أوسع هضبة مش أعلى هضبة، في فرق. ليه هي أعلى هضبة؟ إيه أقول لك الهضبة رقم 2 دي هي هضبة الحبشة، ديت أعلى هضبة عندك. وكمان عندي هنا كده في النص هضبة اسمها البحيرات الاستوائية، موجودة في النص، يعني في وسط قارة أفريقيا، في وسط قارة أفريقيا. وعندنا في الجنوب عندنا الهضبة الجنوبية لأن كده كده موجود في الجنوب. يبقى أنا عندي كم هضبة في قارة أفريقيا؟ هنتكلم عنهم أربع هضاب. أول هضبة عندنا اسمها هضبة شمال أفريقيا فوق، وهضبة الحبشة ودي أعلى هضبة، وهضبة البحيرات الاستوائية في النص، وعندنا تحت الهضبة الجنوبية.
قال لك بقى مطلوب منك تعرف معلومات عن كل هضبة من الأربعة دول اللي عندنا، ونبدأ الأول بأول هضبة. أول هضبة أول هضبة اللي هي شمال أفريقيا. تقع فين؟ فأنت لسه قايل موجودة فوق، يعني تقع في الشمال، شمال قارة أفريقيا. طب الهضبة دي لو أنت فاكر إحنا خدناها قبل كده السنة اللي فاتت، بتمتد من فين لفين؟ كانت في جبال اسمها جبال البحر الأحمر، وديت المحيط، وده المحيط الأطلنطي، البحر الأحمر المحيط الأطلنطي، وده البحر المتوسط، وده البحر المتوسط. أيوة، قال لك الهضبة دي بتمسك من عند جبال البحر الأحمر من على إيدك اليمين، يعني من الشرق لحد المحيط الأطلنطي على إيدك الشمال، على إيدك الشمال يعني في الغرب، وبتيجي من نص أفريقيا من تحت، يعني من تحت يعني، تمام، من الجنوب لحد ما توصل للبحر المتوسط، لحد ما توصل للبحر المتوسط الشمالي. يبقى هضبة الشمال أفريقيا تقع في الشمال، تقع في الشمال، موجودة بين جبال البحر الأحمر شرقا لحد المحيط الأطلنطي غربا، ومن نص أفريقيا من تحت يعني من الجنوب لحد ما وصل للبحر المتوسط شمالي. طب الهضبة دي أنت قلت ليا إنها إيه؟ إنها أوسع هضبة، إنها أوسع إيه؟ هضبة، يبقى هضبة عظيمة الاتساع، عظيمة الاتساع. طب هي دي أعلى هضبة؟ أقول لك لأ، دي مش مرتفعة أوي، يعني وقليلة الارتفاع، قليلة الارتفاع، تمام؟ يبقى هضبة شمال أفريقيا عظيمة الاتساع وقليلة الارتفاع. طب قال لك بقى الهضبة دي لو انت عليها هتلاقيها من تحت، يعني من الجنوب عالية، وكل ما تطلع لفوق يعني نحو الشمال هتلاقيها بتنزل وبتنخفض، يبقى تنحدر نحو الشمال، تنحدر نحو ايه؟ نحو الشمال، يعني العالي اللي فيها موجود في الجنوب، وكل ما تمشي يمة الشمال تنزل لتحت لحد ما توصل لسواحل البحر المتوسط، سواحل البحر المتوسط. يبقى هضبة الشمال أفريقيا تنحدر نحو إيه؟ الشمال. الجملة دي مهمة جدا، تنحدر نحو الشمال لحد ما توصل لسواحل البحر المتوسط. يبقى إحنا كده عرفنا أهم 3 معلومات عن هضبة شمال أفريقيا، إنها تقع في الشمال، هضبة عظيمة الاتساع وقليلة الارتفاع، وبتنحدر نحو الشمال لحد ما أوصل لسواحل البحر المتوسط، يعني عالية من الجنوب وبتنخفض تدريجيا لحد ما وصل لسواحل إيه؟ البحر المتوسط. قال لك بقى الهضبة دي بما إنها أوسع هضبة، بيقول لك موجود عليها يعني فوقها جبال ومنخفضات وواحات وصحراء، كل دي حاجات موجودة فوقها. طيب هضبة شمال أفريقيا يبقى يوجد عليها فوقها إيه؟ جبال ومنخفضات وواحات وصحراء. جبال، طب ما تقول لي جبال زي ايه؟ اقول لك زي جبل العوينات الموجود فين؟ عندنا على الحدود بين مصر وليبيا والسودان، تمام؟ ده مش عندنا احنا بس، لا ده موجود هنا كده على الحدود بين مصر وليبيا والسودان، تمام؟ طيب كلها يعني موجودة جنوب غرب مصر، موجودة حتة منه في ليبيا يعني جنوب شرق ليبيا، وموجود منه حتة في السودان يعني شمال غرب السودان. الاتجاهات دي لو حد عايز يجيب فيها سؤال صعب ولا حاجة، المهم الجبال اللي موجودة على هرم الشمال أفريقيا، جبل العوينات اللي موجود على الحدود بين مصر بلدنا وبين ليبيا والسودان. طب المنخفضات اللي عليها قلنا زي إيه؟ أقول لك عندنا في مصر منخفض القطارة، وهو ده منخفض يعني حتة منخفضة موجودة على هضبة شمال أفريقيا. طب إيه الواحات اللي موجودة عندك؟ أقول لك عندي واحد سيوة في مصر، وواحد اسمها واحد الجو في ليبيا، واحد الجو في ليبيا، تمام؟ وواحد الجوف في ليبيا يبقى من الواحات الموجودة على هضبة شمال أفريقيا. أقول له واحد سيوة في مصر وواحد جوف في ليبيا. طب الصحراء اللي عندك، أقول لك عندنا الصحراء الكبرى، ودي أكبر صحاري في العالم، صحاري في العالم، أكبر صحراء في العالم الصحراء الكبرى، موجودة على هضبة شمال أفريقيا.
يبقى موجود على هضبة شمال أفريقيا كم حاجة؟ 4 حاجات: جبال ومنخفضات وواحات وصحراء. جبال زي جبل لوينات، ومنخفض زي منخفض القطارة، تمام. وواحات عندنا واحد سيوة في مصر، وواحد الجوف في ليبيا. وعندنا الصحراء زي إيه؟ قال لك زي الصحراء الكبرى، دي أكبر صحراء في العالم أصلا. طب كل اللي أنت قلته ده أصلا دي مظاهر سطح. تخيل بقى هضبة شمال أفريقيا المظاهر السطح فوقها بس. مظاهر سطح ما هي الجبال والمنخفضات والواحات والصحراء، دي برضو أشكال من إيه؟ من مظاهر السطح. طب إحنا كده خلصنا كلامنا عن هضبة شمال أفريقيا. نروح للهضبة التانية. عندنا هضبة إيه؟ هضبة عندنا هضبة إيه؟ عندنا هضبة الحبشة. هضبة الحبشة دي ليها اسم تاني، بيقولوا عليها الهضبة الأثيوبية أو هضبة أثيوبيا. الهضبة الأثيوبية، تمام. أيوة ودي أعلى هضبة في أفريقيا. بتقع فين؟ أقول لك تقع على إيدي اليمين، يعني في شرق قارة أفريقيا. يبقى تقع في الشرق. قال لك بقى أكتر حاجة بتميزها التربة بتاعتها إيه؟ التربة بتاعتها خصبة، تربتها خصبة. إيه السبب؟ يعني لما يسألني يقول لي بما تفسر تتميز هضبة الحبشة بالتربة خصبة. قال لك بسبب الطفوح البركانية. المنطقة دي بيحصل فيها براكين كتيرة جدا جدا. المناطق اللي فيها براكين بيطلع مواد منصهرة من باطن الأرض، عبارة عن تربة. التربة دي بتبقى كويسة جدا جدا في الزراعة. يبقى تربتها خصبة بسبب الطفوح البركانية. الإجابة دي نحفظها بسبب إيه؟ بسبب الطفوح البركانية. تمام. يعني ما تبقى تربتها خصبة هو ده هيعمل حاجة؟ أقول لك لا. يعمل لما يبقى الأرض كويسة هيبقى في زراعة، لما يبقى في زراعة الإنسان هيعيش وهيعمل بيوت وهيعيش ويعمل حاجات كتيرة جدا في الحضارة. وده فعلا اللي حصل. وسوق التربة في هضبة الحبشة أدى إلى قيام حاجتين. أدى إلى قيام الزراعة بقى فيها، زراعة، وقيام الحضارات القديمة في أثيوبيا. الحضارات القديمة اللي قامت في أثيوبيا قامت عشان التربة بتاعتها خصبة. وعشان إيه؟ عشان تربتها خصبة. تمام. في كمان عندنا ممكن يجيلنا سؤال: ما النتائج دي أدت إلى إيه؟ أدت إلى قيام الزراعة وقيام الحضارات القديمة في أثيوبيا. قيام الحضارات القديمة فين؟ في أثيوبيا. تمام. قال لك في معلومة كمان خاصة بنهر النيل. نهر النيل بيطلع من هناك، بيطلع يعني منبع المية بتاعت نهر النيل اللي أنا وأنت بنشربها من نهر النيل دي جاية منين؟ جاية من هضبة الحبشة. طب استنى، هي ما بتجيش طول السنة، أمال إمتى؟ قال لك المية دي اللي بتخش نهر النيل من هضبة الحبشة تيجي بس في فصل الصيف، يعني في موسم الصيف. يبقى المنبع ده على طول ولا بيجي في وقت محدد؟ لا، في وقت محدد، في موسم معين. عشان كده بقول على هضبة الحبشة دي المنبع الموسمي لنهر النيل. المنبع الموسمي لنهر النيل. أقول له هضبة الحبشة ليه؟ لأن أمطارها تسقط في فصل الصيف. يبقى المية اللي بتيجي لنا من هضبة الحبشة بتيجي في أنهي فصل؟ بقول له في فصل الصيف. علشان كده في سؤال بيقول: ليه تعد هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل؟ لما تفسر ليه؟ هي اسمها المنبع الموسمي. أقول له لأن أمطارها تسقط في فصل الصيف، فالامتلاء من هناك تدخل نهر النيل بتاعنا، وبالتالي هي المنبع الموسمي، يعني عشان أمطارها صيفية. ودي كل المعلومات اللي عاوزك تعرفها عن هضبة الحبشة، عن هضبة إيه؟ الحبشة. تمام؟ طيب، في الامتحان ممكن يقول لك هنا كده مكانها هضبة الحبشة دي ليها اسم تاني، بيقول عليها اسمها الهضبة الأثيوبية. ودي أعلى هضبة في أفريقيا. تقع فين؟ أقول له في الشرق. تربتها إيه؟ خصبة. ليه؟ أقول له بسبب الطفوح البركانية. طب إيه اللي حصل لما بقى التربة خصبة في هضبة الحبشة؟ أقول له أدى إلى قيام الزراعة وقيام الحضارات القديمة. طب هضبة الحبشة دي مهمة لنهر النيل؟ أقول لك أيوه طبعا، دي المنبع الموسمي لنهر النيل.
بيجيب ميته في فصل الصيف من هضبة الحبش لأن أمطارها بتسقط في فصل الصيف. طب هو مفيش منبع تاني، يعني مكان تاني مية نهر النيل؟ أقول لك في مكان ومنبع تاني منبع المية بتطلع منه طول السنة، المية بتيجي منه طول السنة لنهر النيل. المكان ده الهضبة رقم 3. الهضبة رقم 3 اسمها هضبة إيه؟ هضبة البحيرات الاستوائية، دي اللي بتجيب المية طول السنة لنهر النيل. بتجيب إيه؟ بتجيب المية طول السنة لنهر النيل بتاعك. الهضبة دي موجودة فين؟ أهي موجودة هنا، موجودة هنا في الوسط، تمام؟ يعني تقع في وسط أفريقيا، واللي هتلاقي فيها دائرة الاستواء، تلاقي فيها إيه؟ دائرة الاستواء، تمام؟ هنا كده بتعدي، يبقى عندنا هضبة البحيرات الاستوائية دي المكان التاني اللي بيجي منه مية نهر النيل. طب الهضبة ديت بتنحدر من وين لفين؟ الهضبة دي بتنحدر في الجنوب عالية، وكل ما تطلع يمة الشمال تلاقيها بتنخفض، يعني بتنحدر من الجنوب للشمال، من الجنوب للشمال. طيب يقول لك بقى الأمطار بتنزل على الهضبة ديت طوال السنة، لأن عندها دائرة الاستواء، أكتر حتة حر في العالم. في نفس الوقت الدنيا طول السنة بتمطر هناك أمطار طوال العام، المية بتتجمع بقى هناك وبتيجي من الجنوب للشمال، علشان الجنوب عالي والشمال منخفض، وبتقوم داخلة نهر النيل. عشان كده بنقول على هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدائم لنهر النيل، لأن نهر النيل المياه بتاعته طول السنة بتيجي من هضبة البحيرات الاستوائية، من هضبة البحيرات الاستوائية. ليه؟ عشان أمطارها طوال العام. يبقى لما يجي يقول لك بما تفسر معد هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدائم لنهر النيل، ليه؟ هقول له لأن أمطارها تسقط طوال العام. خلي بالك في هضبة الحبشة لأن أمطارها تسقط في فصل الصيف. طيب في البحيرات الاستوائية قلت عنها المنبع دائم يعني طول السنة، أقول له لأن أمطار تسقط طوال العام. السؤالين دول لازم واحد فيهم يجي في الامتحان. طب قال لك بقى هضبة البحيرات الاستوائية لما تيجي تبص عليها هتلاقي عليها قمم جبلية بركانية، جبال كونتها البراكين، تمام؟ بقول عليهم قمم جبلية بركانية، وكمان هتلاقي عليها بحيرات عذبة. بحيرات عذبة زي إيه؟ قال لك زي بحيرة فيكتوريا. بحيرات عذبة زي إيه؟ زي بحيرة فيكتوريا، ديت المية بتتجمع فيها وبتطلع مية نهر النيل من هناك. يبقى على هضبة البحيرات الاستوائية موجود عندي حاجتين، قمم جبلية بركانية، تمام؟ وعندنا بحيرات عذبة زي بحيرة فيكتوريا. طب كده احنا خلصنا كلامنا عن هضبة البحيرات الاستوائية، عرفنا إن هي موجودة في النص هنا كده في الحتة دي، تمام؟ لما يجي ده في الامتحان وعرفنا كمان إن دائرة السواء بتعدي عليها وبتنحدر من الجنوب للشمال، أمطار طوال العام، الأمطار بتاعتها طوال العام دي خلتها إيه؟ قلتها المنبع الدائم لنهر النيل. ليه؟ لأن أمطارها بتسقط طوال العام، فموجود عليها حاجات زي إيه؟ قال لك قمم جبلية بركانية وبحيرات زي بحيرة فيكتوريا. بحيرات زي إيه؟ بحيرة فيكتوريا، تمام؟ تمام. طيب عندنا هضبة تانية اللي هي تحت في الجنوب، بنقولها الهضبة الجنوبية، من اسمها تقع فين؟ أقول له تقع في الجنوب، يعني جنوب قارة أفريقيا. خلي بالك دي مختلفة في الانحدار، يعني أي حاجة أنا قلت لك عليها بتنحدر يعني عالية منين ومنخفضة منين؟ يعني بتبقى من الجنوب للشمال، إلا الهضبة دي بتنحدر نحو الشرق، بتنحدر نحو الشرق، يعني عالية من الحتة دي، تمام؟ وكل ما تروح يمة الشرق تلاقيها بتنزل، تنخفض، تنزل وتنخفض، تمام؟ تمام. يبقى تنحدر الهضبة الجنوبية نحو الشرق، مختلفة في الانحدار، يعني الحتت العالية اللي فيها موجودة في الغرب، والحتت المنخفضة فيها موجودة في الشرق. طب لو أنت موجود على الهضبة ورايح يمة الشرق، ورايح يمة الشرق، يعني نازل في الحتت المنخفضة، هتلاقي إيه في وشك؟ قال لك هتلاقي الأخدود الأفريقي العظيم، الأخدود الأفريقي العظيم، هلاقيه في الجزء الشرقي، هلاقيه في الجزء الشرقي، تمام؟
طب إيه الأخدود الأفريقي العظيم ده؟ أقول لك ده شق كبير جدا في الأرض، شق كبير جدا في الأرض اسمه الأخدود الأفريقي العظيم. تخيل الشق دوت انكسار بطول قارة أفريقيا من تحت لفوق، من تحت لفوق، يعني من الجنوب للشمال، موجود في الحتة دي، لدرجة عارف البحر الأحمر، عارف خليج عدة وكمان خليج العقبة، تمام؟ جزء من الشق اللي حصل ده، الانكسار اللي حصل ده، العلماء بيقولوا بقى على الانكسار اللي بدأ من تحت لحد خليج العقبة فوق ده الأخدود الأفريقي العظيم، تمام؟ الأخدود الأفريقي العظيم. طيب يبقى كده احنا الأخدود الأفريقي العظيم دوت ده مجموعة انكسارات طولية، مجموعة انكسارات إيه؟ طولية من الجنوب إلى الشمال، من الجنوب إلى الشمال، تمام؟ موجود في شرق قارة أفريقيا، موجود في شرق قارة أفريقيا، تمام؟ يبقى الأخدود الأفريقي العظيم مجموعة انكسارات طولية من الجنوب إلى الشمال، من الجنوب إلى الشمال في شرق قارة أفريقيا. لما أجي أقيس الخدود الأفريقي العظيم من أول الشق اللي تحت ده لحد البحر الأحمر وخليج عدن وكمان خليج العقبة، هلاقيه تقريبا 5600 كيلو متر تقريبا. يبقى الأخدود الأفريقي العظيم ده مجموعة انكسارات طولية، يعني شق في الأرض، طول بيبدأ من تحت من الجنوب لحد الشمال، موجود في شرق قارة أفريقيا، تمام؟ يبقى لما حد يسألك ويقول لك البحر الأحمر ده جزء من إيه؟ أقول له جزء من الشق الفضيء الكبير حصل في أفريقيا، يعني جزء من الأخدود الأفريقي العظيم، الأخدود الأفريقي العظيم، تمام؟ يبقى كده إحنا عندنا 4 هضاب، عندنا إيه؟ 4 هضاب، قلنا ال4 هضاب، تمام؟ هضبة شمال أفريقيا، وهضبة الحبشة، وهضبة البحيرات الاستوائية، وكمان عندنا الهضبة الجنوبية. لازم أحفظ أماكنهم على الخريطة، لازم أحفظ أماكنهم على الخريطة. طب بنبدأ الأول نتكلم عن هضبة شمال أفريقيا. قلنا دي أوسع هضبة، قلنا دي أوسع هضبة، فالموجودة في الشمال، وعظيمة الاتساع وقليلة الارتفاع، تنحدر نحو الشمال لحد ما أوصل للبحر المتوسط، تمام؟ هلاقي عليها جبال ومنخفضات وواحات وصحراء، تمام؟ طيب بعد كده عندنا هضبة الحبش اللي بنقول عليها الهضبة الأثيوبية، دي أعلى هضبة في أفريقيا، موجودة في الشرق، تربتها قصة، ليه؟ بسبب الطفوحة البركانية. قال لك بقى خصوبة التربة ديت أدى لحاجتين، أدى إلى قيام الزراعة هناك وقيام الحضارات القديمة في أثيوبيا، تمام؟ طيب وعندنا الهضبة الثالثة اللي هي البحيرات الاستوائية، دي المنبع الدائم، المنبع الدائم لنهر النيل، المنبع الدائم لنهر النيل. وعندنا هضبة موجودة تحت اسمها الهضبة الجنوبية، الهضبة الجنوبية دي بتنحدر نحو الشرق، يعني كلما أروح على إيدي اليمين في الهضبة دي هلاقي الهضبة بتنزل لتحت لحد ما أقابل الأخدود الأفريقي العظيم، لحد ما أقابل الأخدود الأفريقي العظيم. كده إحنا خدنا كل حاجة عن الهضاب وعرفنا كل الهضاب الموجودة في قارة أفريقيا، وكده خلصنا الجزء الأول من الدرس اللي معانا النهاردة، مظاهر سطح قارة أفريقيا. في الجزء الجاي إن شاء الله هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الجبال في قارة أفريقيا، وعايزك بقى تحفظ الجبال دي، تحفظ أسمائهم عشان أسمائهم صعبة شوية. عندنا 6 جبال، أول واحد اسمه أطلس، وبعد كده جبال البحر الأحمر، وبعد كده جبال كينيا، وبعد كده جبال كلمنجارو، وبعد كده عندنا جبال كاب، وبعد كده عندنا جبال دراجنسبيرج. لازم نحفظ الأسماء دي. وكده وصلنا لآخر درس معانا النهاردة، مظاهر سطح قارة أفريقيا. استودعكم الله.